مؤخرا وانا قاعده مع صحباتي كذا واحده لقيتها بتقول انا نفسي ابقى مريم فارس. هو انا ليه مش مريم فارس؟ بصراحه ما فهمتش ليه مريم فارس بالذات يعني، بس اوكي. فكانت الاجابه الصراحه متكرره، وهي أصل مريم فارس دي مزه طحن، يعني بغض النظر ان طحن دي ادمت جدا بس تمام. وعليه بدات اني افكر الصراحه في ما هي الاسباب اللي بتجعل مريم فارس مزه، وبعد ان بعد ما ندور على الاسباب دي ونطرحها ممكن ان احنا نوجد حلول تساعد كل البنات اللي نفسهم يبقوا مريم فارس انهم اكشلي يبقوا مريم فارس، which is very lame بس ماشي. وهذه هي بعض الاسباب اللي بتتلخص فيها ليه مريم فارس مزه. واحد، لان شعرها كيرلي، ويعني اغسلي شعرك وانكشيه هيبقى كرات وشبه مريم، خلصت. اتنين، عشان لا مؤاخذه مقلوظه، يا سلام عز الطلب، كلي يا ستي بطاطس ومكرونه وانت هتبقي مقلوظه زيها، الموضوع مش كبير يعني. تلاتة، عشان بيضه، حطي فاونديشن وبودره فاتحه هتبقي ستاره بيضه. أربعة، عشان بتعرف ترقص. لا عيب بقى، عيب بجد. البنات في المطلق بيعرفوا يرقصوا، يعني اللي هو مش لازم يبقى زي مريم فارس، بس اتليست عندك البذرة الجيدة هتبدأي. خمسة، عشان طويلة. على فكرة انتي تافهة، البسي كعب. انا اعرف واحدة صاحبتي جابت مخدر بيتبخى على الرجلين عشان ما تحسش بوجع بعد 8 ساعات مشي بالكعب. الستات بيتعبوا جدا على فكرة. ستة، صوتها حلو، بغض النظر ان في رأيي مش قوي، بس ايه يعني كلنا صوتنا حلو في الحمام. سبعة، الأكثر حديثا وبحثا على جوجل، بسيطة، اقتلي أبوكي وأمك وإخواتك والبواب وهتبقي الأكثر حديثا وبحثا على جوجل وللشرطة. تمانية، عندها لبس وفساتين هبل، لا بقى طالعة لزارة وتبقى هوبا بلاش حجج. تسعة، وشها منفوخ، يعني بغض النظر عن التفاصيل الزايدة، بس منتجات زي أولاي والبوتوكس والكولاجين كل الحاجات دي خلقت عشان تشعري انتي انك أفضل، وفي كل الحالات دايما العجلات اللي تحت بيتكم في الخدمة. 10، وأنا وجدت في الحقيقة إن الأزمة هي في رقم 10، إن عندها فلوس كتير، عندها فلوس بالهبل، عبط actually. بس برضو عشان نبقى واضحين مع بعض، الفلوس دي عندها بسبب ال9 أسباب اللي فوق، وأكيد في أسباب تانية احنا ما نعرفهاش وغالبا مش عايزين نعرفها. وعشان كده انت ممكن تحاولي انك تحققي ال9 مراحل، ال9 ليفلز اللي فوق دول، وبعد كده هيبقى عندك رقم 10 اللي هو معاكي فلوس، يعني هيبقى مش عندك مشكلة، وهتبقي غالبا في الآخر مريم فارس أو حاجة شبيهة أو حاجة من نفس السوق، يعني هتبقي حاجة قريبة منها يعني، وبلاش تاكلي في نفسك. فاللي هو العلم حلو مفيش كلام، ربنا كبير إن شاء الله. السلام عليكم.